جوز أختي أبو سام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، أولا أشكر إخواني هذه الجهة الكريمة على أن فوضوا الأمر لي بالتحدث بالنيابة عنهم، مع أن هناك من أفضل مني يتكلم في هذا الموضوع. وثانيا أشكر هذه الوجوه الطيبة على حسن استقبالها لهذه الجهة الكريمة. وأقول وبالله المستعان. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لعباده الزواج وحرم عليهم الزنا، أباح لهم الحلال وحرم عليهم المحرمات، الحرام بالذات. ومن فضل الله تبارك وتعالى ونعمه علينا أن أباح لنا الزواج. والزواج سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، وهو القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والقائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نعم أيها الإخوة، كيف لا وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: من آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقائلا للشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه الصوم، فهو له وجاء كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، ولا أريد أن أطيل، لأن هناك في ناس عندها ظروف تحتاج إلى في عندها مناسبات كثيرة وأنا منهم. فمن أجل ذلك المقصد جاءت هذه الوجوه الطيبة من آل حسن إبراهيم والدجل يافا إلى مضارب آل عليان القدس، حياكم الله جميعا. يطلبون يد ابنتكم لانا العفيفة الكريمة الطاهرة لابننا البار القلوب بهاء، المهندس بهاء، وذلك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنين منكم الإجابة بالإيجاب والقبول، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بهذه الجهة الكريمة، جهة آل إبراهيم بيت دجن. بيت دجن القرية العريقة التي نعرفها أنها تتميز
بخياراتها البرتقال وجميع الحمضيات، هي غنية عن التعريف. وبلا شك بيت دجن وابو ديش اليوم تتشرف بهذا النسب وبهذا المناسبة السعيدة التي تشرفنا بحضور هذه الجاهة الكريمة، هذه الجاهة التي نتشرف بقدومها كلها قامات وهامات ما شاء الله عليها. وهذه جاهة أبو ديش أهل دار عليان وأبو ديش القدس، البوابة الشرقية لمدينة القدس معروفة أبو ديش بقربها من القدس، وهي الصافرة الجنوبية الشرقية من مدينة القدس وبوابة الشرقية. أولا بلد ذي بدر، اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظ جلال السيد البلاد راعي الدولة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. أهلا وسهلا مرة أخرى. ونعرف نحن المناسبة هذه أنكم قدمتم لطلب ابنتنا، حياكم الله ورحمه وسهلا. ولا أريد أن أضيف أكثر مما حكاه أبو وسام راحل الجاهة الكريمة التي تشرفت إلى مضاربنا، حياكم الله. طبعا الزواج هو الحمد لله الذي جاء وحرم الزنا والكفاح، والحمد لله الذي جعل الزواج آية من آياته بقوله في محكم التنزيل: ومن آياته أن ترك لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج هو من سنن الأنبياء ودأب الصالحين، ونقتدي بالرسول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا الذي عندما في مناسبة عندما تقدم علي بن أبي طالب للتقدم بزواج ابنته فاطمة، وكان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد حللتم أهلا ووضعتم سهلا. أهلا يعني أصبحتم من الأهل، وسهلا سنسهل عليكم الأمر. هذا الرسول الذي نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي انطلاقا من هذا القول ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم ممن ترضونه دينا وخلقا تزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فمرة أخرى نقول لكم: عليكم أهلا ووقفتم سهلا. فنحن نتشرف بالموافقة على طلبكم هذا. يد ابنتنا اللي هي راعية الحسب، راعية الحسن وراعية الحسب والنسب، كان إلى ابنكم بهاء إبراهيم من بيت دجن. فحياكم الله واشربوا قهوتكم، وعلى نية التوفيق نقرأ الفاتحة